هادو 5 ديال الادوات ديال الرقابه الابويه اولا ديال الكونترول بارونتال اللي ممكن انك من خلالهم تكون كتراقب الاجهزه الالكترونيه بحال التليفون، الطابليت، بيسي ولا التلفازه اللي هما كونيكتي. كستوديو اللي غادي تمكنك من المعرفه ديال شحال المده اللي كيقضي الابن ديالك قدام الشاشه، شنو المواقع اللي كيستعملهم، وممكن تحدد لهم اوقات المناسبه فقط اللي ممكن يستعملوا فيها الانترنت. سيف كيتس، وهذا كيمكننا اكثر من انك توصل للمكالمات او الرسائل لي اس ام اس او حتى الرسائل اللي كتكون في مواقع التواصل الاجتماعي. نورتون فاميلي اللي بالاضافه لانك ممكن تراقب شنو المحتوى اللي كيشوفه الابن ديالك او ممكن تراقب المده الزمنيه وتحكم فيها، كيخليك انه فقط مسموح ليه بالانترنت الاتصال بالتصنيفات اللي عندهم علاقه بالتعليم، بالتكوين او بالابحاث، وممكن توقف نوع اخر ديال المحتوى او ديال المواقع اللي يكون مثلا كتعلق بالالعاب او مواقع التواصل الاجتماعي او محتويات اخرى. بارك هذا عنده مميزات اكثر من الاول، من خلاله ممكن توصل باشعارات دي نوتيفيكاسيون اللي ممكن يوصلوا لك في حاله ما كان شي محتوى غير لائق كان كيتعرض للابن ديالك والابنه لضرر نفسي، او كان كيشوف انه كاين تنمر في احد الرسائل الالكترونيه. فاميلي لينك اللي دايره شركه ديال جوجل، اهم مميزه فيه هو انه مجاني، لكن للاسف في المغرب غير متاح، ولكن ممكن الاستعمال ديالو عن طريق الفي بي ان اللي فيه تقريبا جميع المميزات اللي قلنا سابقا، اللي كتيح لك انك تراقب المده الزمنيه، تحكم فيها، المحتوى اللي كيشوفوا الابناء، وتوصل بالاشعارات على كل التفاصيل اللي كتعلق بكيفيه استعمال الابناء ديالنا الانترنت. كاينه بزاف الادوات الاخرى المتاحه في الاسواق اللي ممكن الاستعمال ديالها، اللي كتكون ما بين مجانيه مدفوعه، وكاينه اللي كتعطيك فتره ديال التجربه اللي محدوده، وتشوف فين هي اللي مناسبه حسب العدد الاطفال، حسب الاستعمالات ديالهم، السن ديالهم، وحسب الاثمنه اللي موجوده في الاسواق.